باش تعمل خليل؟ هاني نور عندي تيتر ميكسي فيه. في بالك فما برشا عباد يحبوا الجاز في تونس؟ هاي في بالي هاي. زعما يعرفوا حكايته؟ صعيب شوية. تباهي في بالك اللي هتلر يكره الجاز؟ هتلر ويكره الجاز. ايه في بالك اللي تونس محيرة اسمها في الافريق على الاخر؟ بون. والله يا برا احكي له. توت سويت. يلا. معاكم نور الرويسي باش يحكي لكم الحكاية. لولا الموسيقى لكانت الحياة غلطة. هذا شنو قال الفيلسوف العظيم نيتشه. الموسيقى مش مجرد أصوات كهو، هو فن قديم عرفه الإنسان، فن متكامل يرتكز أساسا على التأليف، الإيقاع، اللحن والتوزيع، ومع مرور الوقت ولات جزء لا يتجزأ في حياتنا اليومية. استخدمها الإنسان في كثير من المجالات عبر التاريخ، بداية بالكنائس في أوروبا وفي الحروب لتشجيع الجيوش وفي الملاعب، حتى من أطباء علم النفس خذاوا منها واستعملوها كمهدئ. اللي وصلنا ولات علم صحيح يتقرأ في معاهدنا. ثم برشا دراسات علمية تقول إنه الموسيقى تساوي السعادة وتساوي أيضا الحزن، يعني هي قادرة باش تتحكم في مزاجك اليومي، وباختصار تتحكم في هرموناتك. واليوم باش نحكيو على نوع راقي من الموسيقى، موسيقى خرجت من برشا وجيعة وتطورت وولات لغة عالمية. هي موسيقى الجاز. يي حتى هذم يتسميو جاز، اللي برشا عباد في بالهم انه هي الموسيقى الاصليه والكلاسيكيه لامريكا، اما الحكايه اعمق من هيك. خليك معايا وفي دقائق اجي نحكي لك الحكايه. الجاز هو ميلانج بين الروح الافريقيه للبلوز والايقاع المركب للريغاتون والارموني للموسيقى الاوروبيه، يعني ببساطه هو ابن الموسيقى الامريكيه الافريقيه والامريكيه الاوروبيه. واول ظهور ليه كان عام 1900 في المجتمعات الافريقيه الامريكيه، وبالتحديد في نيو اورلاينز. وفي الاول كان يعتمد على الارتجال وآلات النفخ اللي هما الترومبيت والساكسوفون، ومن بعد انتشر إلى كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها شيكاغو، نيويورك، ميامي، اللي كان فيهم عدد كبير من الملاهي الليلية والحفلات الخاصة اللي ساعدت على هذا الانتشار. وفي 1915 استعملت كلمة الجاز لأول مرة في التاريخ، وبالتحديد في كاليفورنيا. وبعدها بعامين صار أول تسجيل رسمي لفينيل الجاز في عام 1917 من فرقة أوريجينال ديكسيلاند جاز. ومن بعد مشيت موسيقى الجاز لكل العالم إلا ألمانيا. أوروبا كانت تحترق، أدولف هتلر كان مركز مع الحرب ومركز زادة مع الموسيقى. الدولة الألمانية رفضت هذا النوع من الموسيقى الجديدة. في عام 1933 أصدر أدولف هتلر قرار بمنع موسيقى الجاز من الإذاعات الألمانية، وفرض رقابة على المسارح، المقاهي والحانات، ومنع الألمان من عزف أو الاستماع لهذا النمط الموسيقي، واعتبرها موسيقى تساعد على انتشار ثقافة العدو، وقال اللي هي موسيقى منحطة ومنحرفة. بالرغم من هذا الكل وقوة هتلر وقتها، الجاز قاوم وما ماتش. وفي عام 1939 في مدينة هامبورغ تأسست مجموعة شبابية سموها شباب سوينغ. كانت حركة ضد النظام النازي، وكانوا يسمعوا ويعزفوا الجاز بسرية تامة، وأصبح الجاز رمز للمقاومة ضد النازية. وحتى في فرنسا وفي هولندا كانوا يلعبوا في الجاز في سرية تامة كأنه عمل بطولي ضد نظام هتلر. ومن بعد الحرب العالمية الثانية خرج الجاز إلى العالم بقوة كبيرة. الجاز ولا يتلعب بدون رقابة، وأصبح رمزا لعصر جديد بعد سنوات من الرعب اللي عاشها العالم في الحرب. نرجع للعالم. يعتبروا محبي الجاز أن لويس أرمسترونغ هو الأب الروحي لموسيقى الجاز.
وصلوا سماو مطار نيو أورلاينز اللي حكينا عليه في الأول باسمه اللي رمزيته في المدينة هذيك. بداية الستينات ومع ظهور التلفزة وتطور صناعة الموسيقى زاد انتشر الجاز وتطور أكثر، ومن بعد بدأ ياخذ في بصمة محلية، يعني كل بلاد عطت الموسيقى هذه من إرثها الثقافي. نعطيكم دي زيكزامبل. الجاز اللاتيني نسب لأمريكا اللاتينية، والأورينتال جاز أو الجاز الشرقي، ولهنا يقصدوا به الجاز العربي. ومن نجموش نقولوا الجاز العربي وننساو خالد الشيخ اللي كان من الأوائل اللي دخلوا الجاز للخليج في بداية الثمانينات. حتى من الفنانة أحلام الخليجية غنيت للجاز في أغنية ما سألت إلا عليك. وصلنا حتى للجاز الياباني والجاز الصيني. تخيل معايا حتى من المزود والقصبة خذوا منه باي. وفي عام 1969 خرج أول مورسو جاز مع المزود والقصبة نون إن تونيزيا. يعني الموسيقى هذه احتلت كل العالم وأصبحت لغة عالمية بين فناني العالم. وأشهر مذيع قدم برامج للعالم العربي عن موسيقى الجاز هو ذي بخيت من إذاعة صوت أمريكا باللغة العربية. وتخيل معايا قدم 1500 حلقة، كل حلقة كانت قصة جديدة، ضيف جديد وموسيقى جديدة. ذي خلى الجمهور العربي يقترب أكثر للجاز. السيد عمل 1500 حلقة، يعني موش يفدلك جنب. من نيو أورلاينز إلى نيويورك، ومن نيويورك إلى باريس، ومن باريس إلى القاهرة، ثم إلى تونس. وبالطبيعة لهنا نذكر فوزي شكيلي اللي لعب الجاز مع المألوف التونسي. وفي جينيراسيون جديدة عندنا وجيه بجاو. كيفاش ننسى ريحة الورد والياسمين فايحة في الشوارع يسربي بنت ترود ساكنة في بالي يا رومو. تونس كانت ديما أرض الانفتاح الثقافي. أي وشكون ما يعرفش مهرجان تبرقة الدولي للجاز اللي تأسس عام 1973، وهو أول وأقدم مهرجان الجاز في إفريقيا وفي العالم العربي. ومع الوقت ولا رمز للجاز في تونس وخلى الناس الكل تتعلق بهذه الموسيقى، واستضاف نجوم عالميين كيما ديدي بريدج ووتر، بيث هارت، ستانلي جوردن. في فترة من الفترات وصلت صنفوه من أحسن 5 مهرجانات في العالم مختصين في الجاز، لكن ما كانش فما استمرارية وانقطع برشا مرات، والسبب كان ضعف الموارد المالية. وآخرها في 2023 ألغيت كل العروض، والسبب كالعادة نقص الدعم المالي من السلطات التونسية. ومن بعد ظهرت مهرجانات أخرى، وفي 2005 تأسس جازا كارتاج، وفي 2015 تأسس سيكا جاز بمدينة الكاف بمسرح البازيليك. الجاز هو موسيقى حاملة لرسائل السلام والتسامح والاختلاف الحضاري. هذاك علاش خذا حظ كبير في كامل أنحاء العالم، وتم تصنيف مهرجان مونريال الدولي في موسوعة جينيس كأكبر مهرجان لموسيقى الجاز في العالم. وفما 500 جامعة حول العالم متخصصة في موسيقى الجاز، وفما زادة أكثر من 30 مليون شخص
يسمع في الجاز شهريا على منصة سبوتيفاي. الجاز هو مش موسيقى كاهو، هو إرث ثقافي إنساني. هذاك علاش اليونسكو عملت له عيد، اليوم العالمي للجاز، في 30 أبريل من كل عام، يحتفل فيه محبي الجاز بهذا الإرث الذي يدعو للسلام. وانتم اللي تتفرجوا فيا تنجموا تكتبوا لي في كومنتير وتعطيوني أكثر تراك جاز يعجبكم.